السلام عليكم. خليني اوريكم طريقتين في جوجل ناس كتير مش تعرفها. يلا بينا الجزء الاول. اول حاجه احنا مش هنحتاج غير جوجل كروم، وموجود في كل التليفونات. اول ما تفتحه هتدوس على علامه الزائد اللي فوق ديت وتبتدي تكتب سناك جيم. مجرد ما تكتب كلمه سناك جيم زي ما انت شايف كده هيفتح معاك لعبه تلعبها على الموبايل من غير ما تحملها، وهي لعبه التعبان، اللعبه القديمه. وزي ما انت شايف كده التعبان هنا انا صرت منهم مره. تمام. زي ما انت شايف هنا كده التعبان اول ما جرب التفاح بيفتح بقه. مش عارف شغال عليه كنت لسه بلعبها، بس اول ما جرب التفاح بيفتح بقه ده بيفكرنا بناس مش عايزين نذكر اسماء. فخلينا نخش على الحركه الثانيه. الحركه الثانيه لو انت كتبت كلمه كات في السيرش زي ما انت شايف كده، الطبيعي في الموضوع ان انت هيظهر لك الصور بتاع القطط، وهيظهر لك مقالات تحت لو انت حابب تقرا مقالات عن القطط. بس ايه الغريب هنا في اللي انت لما تكتب كات بيظهر لك هنا على زرار. الزرار ده لو دوست عليه هتلاقي قطه نونوت وطلع لك ايد كده. الايد ديت لو انت جيت تدوس على اي حته في الشاشه هتلاقي ايد بتطلع لك، وكل مره صوت قطه غريب. ولو فضلت تدوس كده زي ما انت مش شايف الدنيا بايظه خالص، تحس ان انت ربيت قطط عندك في التليفون. بس كده دي الحركتين بتوع النهارده. لو عجبك الشرح ما تنساش اشتراك في القناه. باي.